اللونج هاند اهو. اللونج هاند ده بيتحرك كده. بصوا اللونج هاند بيتحرك فين كده، شايفين؟ اللونج هاند بيتحرك في الاتجاه ده. اللونج هاند لما يتحرك من هنا لهنا بيبقى اخد 5 minutes. السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد هنشرح فيه الكلوك. الفيديو اللي فات او بارت 1 شرحنا فيه لو اللونج هاند عند 12 ولو اللونج هاند عند 6. الفيديو ده هنشرح بقى اللونج هاند عند اي نمبر في الساعة، وهناخد برضو النص ده بالتفصيل هو نص الباست، والنص ده بالتفصيل برضو اللي هو نص التو. تمام. وهناخد اللونج هاند لو عند 3 اللي هي كوردر باست، اللونج هاند لو عند 9 كوردر 2، وبعد كده بقى نستكمل النصين. طبعا هنقول كلام مهم ما يخليش الطالب ينسى الساعة، او يخلي الطالب يفهم الساعة كويس، بحيث انه كلمة بس ممكن اقولها له في النص ده، كلمة ممكن اقولها له في النص ده، يمكن النص ده اللي هو بتاع التو هو اللي بيبقى تقيل شوية على الناس، ففي كلمة هقولها له هتسهل عليه الدنيا. تمام. فتابعوا الفيديو للاخر، فيديو مهم جدا، فيديو مهم جدا، ان شاء الله تستفيدوا منه. تمام. خلونا نبتدي. المرة اللي فاتت قلت ان الكلوك شبهنا. يعني ايه شبهنا؟ يعني عندها تو هاندز زينا. هي مثلا احنا عندنا تو هاندز بتوعنا قد بعض، لكن الكلوك لا يا مس، عندها لونج هاند وعندها شورت هاند. اللونج هاند شبه الكلمة الطويلة اللي هو اسمه minutes hand، لكن الشورت هاند كنت بسميه الاورز هاند. دي اول حاجة خدتها. وخدت لو اللونج هاند عند 12 انا بكتب الديجيتال كلوك ازاي وبقراها ازاي، حاجه اوكلوك. طب اللونج هاند لو عند 6 خدت برضو بكتب الديجيتال كلوك ازاي وبقراها ازاي، اللي هي هاف باست. لو لسه ما شفتوش الفيديو شوفوه، وان شاء الله هحط الساعه كامله في بلاي ليست بحيث ان هي تبقى زي كورس كده. تمام. بعد ما اخدنا بقى الاوكلوك والهاف باست اقول له بقى ان الساعه دي عباره عن تو هافز اهو. النص ده اسمه past والنص ده اسمه to، يبقى النص ده اسمه past والنص ده اسمه to. واقوم عايدة الكلام ده كتير عليه عشان يتأكد ان النص ده اسمه past والنص ده اسمه to. أأكد الحتة دي جامد، النص ده past والنص ده to. تمام. تمام. وبعدين انا عايز اسألك سؤال، مين اكتر حد انت بتحبه؟ يقول انا اكتر حد بحبه مثلا ماما، او انا اكتر حد بحبه بابا. طب انت عارف ان الساعة برضو ليها في حد كده هي بتحبه قوي؟ هو مين؟ انا هقولك ان الساعة بتحب الفايف. الساعة بتحب الفايف. الساعة بتحب مين؟ الفايف. كل ما اسألك الساعة بتحب مين افتكر ان الساعة بتحب الفايف. طب يعني ايه الساعة بتحب الفايف؟ يعني الساعة دي بتمشي باترن بلس 5. الساعة بتحب الفايف. يعني ايه الساعة بتحب الفايف؟ يعني بتمشي باترن بلس 5. يعني ايه يا مس؟ يعني انت مثلا لو عندك، انا مثلا قلت لك الساعة بتحب الفايف، خلاص اتفقنا ان الساعة بتحب الفايف. اللونج هاند حطيت لك مثلا لونج هاند عند 12 اهو كده. حلو كده. طيب اللونج هاند ده عشان يتحرك من 12 لل1 هياخد 5 minutes. اللونج هاند ده عشان يمشي من 12 لل1 هياخد 5 minutes، وعشان يمشي من ال1 لل2 ياخد 5 minutes، وعشان يمشي من ال2 لل3 5 minutes، وعشان يمشي من ال3 لل4 5 minutes. كل ما يتحرك between two numbers ياخد 5 minutes. عرفت انا ليه بقول ان الساعة بتحب الفايف؟ عشان اللونج هاند لما يتحرك between two numbers من الارقام اللي موجودة قدامك اهي في الساعة بياخد 5 minutes. اللونج هاند لو عند الفور بتحرك ناحية الفايف ياخد 5 minutes، عند الفايف ورايح للسكس 5 minutes. عرفت ليه بقول الساعة بتحب الفايف؟ ايوه يا مس. تمام. طيب انت فاكر ال 12 دي كان عندها كام minute؟ كان عندها 0 0. طب فاكر ال 6 كان عندها كام minute؟ 30 minutes. حلو قوي. انا قلت لك الساعه بتحب الفايف يعني ماشيه باترن بلس 5، كل مره هتزود 5. يعني اللونج هاند مثلا لو كان عند 12 وراح لل1 يبقى 0 بلس 5 equal 5. كل مره تزود 5. 5 بلس 5 10. كل مره تزود 5 اهو. راح عند ال2 يبقى 10. طب لو عند ال3 اعمل بلس 5 تبقى 15. ها. طب لو عند ال4 بلس 5 15 بلس 5 اللي هي 20. ها. طب لو عند ال5 20 بلس 5 25 على طول.
طب 30 plus 5 35 على طول. طب 35 plus 5 لو مش عارف اعمل plus 5. 35 في المايند وال5 التانية على الهاند. after 35 36 37 38 39 40 طبعا. وانت عارف على طول ان after 40 عشان اعمل plus 5 40 plus 5 على طول 45. طب هنا 50. طب هنا عند ال 11 55 وعند ال 12 00 اللي هي 60. عرفت ليه بقى كنت بقول ان الانالوج كلوك او الساعة ال 1 hour فيها 60 minutes؟ عرفت منين؟ عشان انا لما بتحرك باللونج هاند كده بتحرك الساعة بتحب ال5 كل مرة بعمل بلس 5. عرفت بقى ان الكلوك كلها 60 minutes والهاف كلوك 30 minutes زي ما احنا قلنا الفيديو اللي فات. والكوردر كلوك اللي هي ربع الساعة اللي هو مثلا كده الحتة دي مثلا الحتة اللي فوق دي بس. الكوردر كلوك 15 minutes. تمام؟ في مشكلة؟ يا رب تكون الامور واضحة. احنا بقى خلاص عرفنا النمبرز بتاعت الساعة، عرفنا المينتس بتاعت وش الساعة اهو. الساعة بتحب الفايف وكل مرة بعمل بلس 5. حلو الكلام. وبعدين خلينا بقى ناخد النص بتاع الباست ده لوحده. احنا سمينا النص ده نص ايه فاكر؟ النص ده يا مس اسمه باست. حلو قوي. طيب بنطقه ازاي؟ مش دي عندها 5 minutes بقول 5 باست حاجة. طب دي عندها 10 minutes عندها 10 minutes بقول 10 past حاجة. طب دي عندها 15 minutes بقول عليها quarter past حاجة. ايه ده يا مس مش اسمها quarter؟ لا اسمها quarter. ده الامريكان pronunciation. ولو انت متعرفش تجيب الدي quarter قولها quarter. تمام. طب دي عندها 20 minutes اسمها 20 past. طب دي عندها 25 اسمها 25 past. حلو كده. ودي طبعا انت عارف ان هي اسمها half past. حلو. المرة اللي فاتت اتعلمنا نكتب الديجيتال كلوك بطريقة سهلة جدا. فانا هنا بقى لو مثلا حطلك اللونج هاند عند ال1 انت شايف اهو والشورت هاند في الحتة دي وبقول لك اكتب لي الديجيتال كلوك تعرف؟ استني يا مس. اللونج هاند عند ال1 عنده 5 minutes. عايز تكتبها كده عايز تكتبها بالشياكة اكتر وتحط هنا 0 مفيش مشكلة الاتنين صح. طيب الشورت هاند فين؟ بصي كده الشورت هاند بتوين 7 and 8. هي معدية مين؟ هي بعد ال7 بشوية. خلاص طالما بعد ال7 بشوية اكتب 7. ينفع تكتب 8؟ لا هي اصلا لسه ما جاتش 8. واحنا اتفقنا طالما الشورت هاند بتوين 2 نمبر بختار الصغنن بكتب الصغنن اللي فيهم. تمام. واحدة كمان هنا مثلا اللونج هاند اهو عند ال1 والشورت هاند في الحتة دي. اكتب لي الديجيتال كلوك. اتفقنا واحنا بنكتب الديجيتال كلوك اكتب المينتس الاول عشان ما اتلخبطش. ال1 عندها 5 minutes يبقى اكتب هنا 5 عشان تبقى اشيك اكتب هنا 0. طب الشورت هاند فين؟ بتوين 6 and 7 يبقى اختار ال6. طب كده يبقى اسمها ايه؟ طالما هنا 5 minutes يبقى اسمها 5 past 6. تمام. يبقى طالما اللونج هاند عند ال1 بقول 5 past. طب لو اللونج هاند عند ال2 سهلة قوي نفس الكلام بس هقول عليها ال2 بيتقال عليها 10 past كده بالشكل ده. لونج هاند عند ال2 عندها كام منت انت عارف 0 5 10 يبقى ال2 عندها 10 minutes. هنا 10. شوف الشورت هاند فين بتوين 8 and 9 هنا يبقى اسمها تبقى 8 يبقى اسمها ايه 10 past 8. طالما الشورت هاند بتوين 8 and 9 طبعا بقول الصغير 10 past 8. النص ده عادي سهل خالص. نص الباست سهل خالص ونص التو برضو سهل بس هيبقى فيه كلمتين بس. طيب هنا لونج هاند عند ال3 والشورت هاند في المكان ده. اكتب لي الديجيتال كده. اللونج هاند عند ال3 يبقى اسمها ايه؟ اسمها كوردر باست. طب كوردر باست ايه؟ اقول 8 ولا 9؟ لا يا مس الشورت هاند بتوين 8 and 9 يبقى اقول كوردر باست 8 بس كده. تمام. طب اكتبها لي بالديجيتال. ال3 عندها 15 minutes والشورت هاند بتوين 8 and 9 يبقى هكتب هنا 8 بس كده. واحدة كمان خليني بقى انا اكتب لك هنا مثلا 10 minutes وهنا 3. تعرف ترسمها لي
في الانالوج كلوك. ايوه يا مس. طب هتعمل ايه؟ 10 minutes. مين اللي عنده 10 minutes؟ ال2. يبقى اللونج هاند عند ال2. طيب 3 تبقى على 3 بالظبط ولا معديه 3 بشويه؟ ما بتبقاش على 3 بالظبط غير وهي 0 0، تبقى معديه 3 بشويه مثلا في المكان ده، يبقى اسمها 10 past 3. تمام كده؟ تمام. الباقي برضو نفس الفكره. ها، 3 عندها 15. طب الفور عندها كام؟ الفور عندها 20 minutes. ماشي يا مس. طب فين الشورت هاند يا مس بقى؟ شورت هاند مثلا اهو between 1 and 2. ها، هتكتب مين؟ اكتب يا مس ال1. عسل. طب كده يبقى اسمها ايه؟ طالما اللونج هاند عند الفور يبقى اسمها 20 past 1. ماشي. طب بص اللي جايه دي، حطيت لك الشورت هاند هنا. ماشي. وبعدين اللونج هاند عند الفور 20. طب الشورت هاند between two number 12 و 1. اختار مين فيهم؟ اللي جه الاول، اللي سبق، هو ده اللي جه الاول، ال 12. اللونج هاند بيبقى عند ال 12 وبعدين يتحرك عند ال 1، والشورت هاند نفس الطريقه. ما ينفعش اكتب 1 لان الشورت هاند اصلا لسه ما جاش عند ال 1. الساعه لسه ما جاتش 1 o'clock. متخيل؟ الساعه لسه ما جاتش 1 o'clock. يبقى هنكتب هنا 12 دي بس اللي فيها كلمه ونركز فيها. 12 وجنبها 20. طب يبقى اسمها ايه؟ 20 past 12. بس كده. تمام. وطبعا في نطق تاني، او مثلا زي ما احنا بنقول مثلا الساعه كام؟ 12 و20 دقيقه زي ما احنا بنتكلم كده بالمصري. طب الساعه كام؟ 3 و45 دقيقه. ودي اللي عندي جريد 1 الترم التاني، يعني ما عندهمش بالنطق بالتفصيلي ده، بس طبعا الاحسن ان احنا نعلمها لهم. فبس طبعا يعني بنعلمها لهم ويبقى minutes والكلام كده، وتتقال ازاي بتبقى احسن كتير. طب ممكن تتقال ازاي؟ ممكن تتقال 12 20 بالشكل ده، تكتب كده 12 20، بحيث ان رقمين هم وفي النص داش كده 12 20، يعني معناها بالعربي كده زي ما احنا بنقول 12 و20 دقيقة. تمام. وبرده لو مثلا 12 و 30، بدل ما احنا بنقول half past 12 برضو 12 30 بالشكل ده. تمام. انا حبيت اقولها بس عشان هي موجودة في الكتاب. وبعدين اخر حاجة لو اللونج هاند عند الفايف اهو، هتحط شورت هاند فين؟ احط الشورت هاند مثلا في المكان ده between 11 و 12 اهو. اللونج هاند عند الفايف عندها كام منت؟ 25. حلو. طب الشورت هاند between 11 و 12 يبقى هكتب هنا 11. طب تعرف الساعة كام كده؟ 25 past 11. 25 past 11 بس كده. تمام. يبقى كده النص ده خلصناه. نص الباست اهو سهل قوي. تمام. يا رب تكون الامور واضحه. لو في حاجه مش واضحه ابعتولي تحت، ولو انا بتكلم بسرعه او مش فاهمين جزء كويس اكتبولي برضو. تمام. يا رب تكون الدنيا سهله ان شاء الله. بعد ما يتقن النص بتاع الباست وما استعجلش، يعني لو هو حابب ياخد مره واتنين ويعيد عليه وريفيجن وكده تمام. وبرضو انا هعمل ورك شيتس للساعه كامله، من اول شيتس الاوكلوك والهاف باست اوكلوك لوحدها، هاف باست لوحدها، النص ده لوحده والنص التاني لوحده، والساعه كامله برضو، لان انا برضو هيبقى في بارت تاني للحتت دي. لو اللونج هاند في المكان ده يبقى هنا كام منت. تمام. عشان بس بتوع جريد 1 كمان. طب النص التاني بقى، النص التاني بتاع التو، خلينا نكمل النص بتاع التو بقى. النص بتاع التو الكذاب، شوفوا كذاب وقلود، وبعمل فيه حاجتين، لما بكتب الصغير، ولما بقول الكبير. يعني ايه الكلام ده؟ هنفهمه باستفاضة بقى. تمام. فتابعوا الفيديو وخليكم معايا، تابعوا الشرح للآخر. تمام كده. انت عارف ان ال 12 عندها 00 وال 6 30. طب عارف ال 7 عندها كام؟ كل ساعة بتحب ال 5، الساعة بتحب ال 5، يبقى كل مرة نعمل بلس 5. ال 7 عندها 35 minutes. ال 8 40. طب ال 9 45. طب ال 10 50. طب ال 11 55. طب ال 12 ها 60 اللي هي 00، عشان كده بنقول ان ال 1 hour فيها 60 minutes. حلو يا مس. وبعدين في الحقيقة ان النص ده سهل بس عايز تركيز شوية. ماشي. النص ده انت فاكر انا كنت مسميهولك ايه؟ النص ده كان اسمه past. طب فاكر ده كان اسمه to. حلو كده. ماشي يا مس. حلو سهل. هسميلك بقى النص ده وهنتكلم عليه، بس النص ده مش حلو، مش كويس. ايه يا مس ماله؟ النص ده كذاب. النص ده اسمه ايه؟ كذاب. يبقى النص بتاع الثري طيب،
لكن النص بتاع ال9 كذاب. النص بتاع ال3 تاني طيب، لكن النص بتاع ال9 كذاب. طب كذاب ازاي يا مس؟ هنفهم اكتر اهو. انا بس هقولك، انت فاكر الساعة لما كانت عند ال1 كنا بنقول عليها ايه؟ يا مس كان اسمها 5 past وبقول النمبر. طب ال2 كان اسمها 10 past وبقول النمبر. طب ال3 quarter past وبقول النمبر. طب ال4 20 past وبقول النمبر. طب ال5 25 past وبقول النمبر. حلو. طيب اول حاجة خلينا نبدأ لو اللونج هاند عند ال9 بتتنطق ازاي. ماشي يا مس، اللونج هاند عند ال9 اهو، والشورت هاند مثلا يكون في المكان ده. تعرف يا جميل تكتب لي الديجيتال ده؟ سهله قوي يا مس. اللونج هاند عند ال9 زي ما انا علمتك المينتس اكتبها الاول عشان ما تتلخبطش. ال9 عندها 45 minutes، نكتب هنا 45. طيب اكتب ايه في الاور بقى؟ الشورت هاند يا مس between 6 and 7، مفيش اي اختلاف، نكتب ال6. حلو. طب الساعه كده يبقى اسمها ايه؟ النص ده كذاب وفي نفس الوقت قلود. يعني ايه؟ يعني هيبقى اسمه شبه اللي قصاده، بس هنغير كلمة past ب2. يعني ايه برضو؟ يعني يا مس هنا عند ال3 كان اسمي quarter past، طب عند ال9 هيبقى انا وهو نفس الاسم، انا وال3 نفس الاسم، بس ال3 كان اسمه quarter past، ال9 هيبقى اسمه quarter to. حلو كده؟ يا رب تكون الدنيا سهلة. يبقى انت بقى لما تيجي تقولي الساعة كده هتبقى اسمها quarter to 6؟ لا، مش هيبقى اسمها quarter to 6. هو هنا بقى هنعرف هو ليه كداب. هيبقى اسمها quarter to 7. quarter to 7 يعني ايه quarter to 7؟ يعني يا مس لسه بس 15 minutes. 15 minutes يعني اللونج هاند ده اهو يا دوب هيتحرك بس الحتة ده اهي 15 minutes ده اهي، والساعة تقوم جاية 7 o'clock. لسه بس 15 minutes وتيجي 7. انا مش فاهم برضو يا مس، مش فاهم قوي. طيب اقول لك واحدة تانية. اللونج هاند عند ال9 حلو، والشورت هاند في المكان ده اهو. ماشي، تعرف تكتب الديجيتال؟ اكتب لونج هاند عند ال9 45. طب الشورت هاند between 3 and 4، يبقى انا هكتب 3. طب لما اجي اقول هنا، طب لما اجي اقول الحقيقه ولا اكذب؟ لا اكذب. انا قلت لك النص بتاع ال9 ده كذاب، يعني هتبقى كاتب الساعه قدامك وتقول حاجه تانية، او هقول لك كلمه تساعدك لما تكتب الساعه بالديجيتال. لما تكتب الصغير، تكتب الصغير، يعني لو الشورت هاند between 3 and 4 اكتب ال3، لكن لما تقول قول الكبير. كمان مرة، لو الشورت هاند between two number لما اكتب الصغير، ولما تقول الكبير. ده امتى؟ ده انت لو في النص الكداب بتاع ال9. يبقى النص بتاع ال9 احله في كلمتين، او يسهل لي الحل في كلمتين. لما بكتب يعني لما بكتب الساعة بالديجيتال بكتب الصغنن، لكن لما بقول الكبير. يعني انت مثلا دي لما تيجي تقول هتقول لي quarter to 3، لا هقول الكبير تبقى quarter to 4. حلو كده؟ حلو. طيب بص كده، دي اللونج هاند عند ال9 والشورت هاند هنا. عايزه يا مس حاجه سهله، لو انا من غير ما اكتبها يبقى اسمها ايه؟ اللونج هاند عند ال9 شبه ال3 كان اسمها quarter past، ده يبقى اسمها quarter to. طب quarter to ايه؟ quarter to لما تقول الكبير quarter to 7 ولا 8؟ لا quarter to 8. بس كده. سهلة؟ يا رب تكون سهلة. طب هنا اللونج هاند عند ال9، الشورت هاند يا مس خلاص between 6 and 5. قولها لي ما تكتبهاش. quarter to يبقى انا هقول الكبير، لما بكتب الصغير، لما بقول الكبير. يبقى اسمها quarter to 5 ولا 6؟ لا 6. بس كده. يبقى النص بتاع ال9 لما بكتب الصغير عادي، انا بكتب الديجيتال زي ما انا متعلم، لكن لما بقول الكبير عشان النص ده كذاب. يعني ممكن يكتبها لك كده ويقول لك كده الساعة كام. هنا مثلا 9 وهنا مثلا 45. طالما انت شايف المينتس من بعد ال30، يعني المينتس 35 40 45 50 55،
انت كده في النص الكداب. استحالة تقول اللي قدامك، استحالة تقول الحقيقة. يعني هنا هتقول quarter to 10 مش 9. تمام كده؟ يا رب تكون الدنيا سهلة. يبقى لو انت في النص الكداب وكاتب لك الديجيتال كلوك استحالة تقول اللي قدامك. تمام؟ تبقى هتكذب. طب لو كاتبها لك راسم لك بالانالوج، افتكر لما بكتب الصغير، لكن لما بقول بكذب وبقول الكبير كمان. تمام؟ يلا بينا نكمل. طيب يا مس، هو ده بيمشي على كل النص؟ هو ده نص الكدابين. اول حاجة في النيمينج، في التسمية، احنا قلنا ده اسمه quarter past وده شبهه بالظبط quarter to. اللود، طب ده اسمه 5 past يعني عدى 5 دقايق. طب هنا اسمها 5 to. طب 5 to معناها ايه؟ ان لسه بس 5 minutes وتدخل على الساعة الجديدة. تمام؟ طب هنا اسمها 10 to. طب 10 to معناها ايه؟ لسه بس 10 minutes وتدخل على الساعة اللي بعدها. طب هنا اسمها طبعا زي ما اتفقنا quarter to، شبه اللي قصادها. طب هنا انا مش عارف الايت اسمها ايه. شوف اللي قصادها اسمها ايه. الفور كان اسمها 20 بس، يبقى دي اسمها 22. طيب يا مس اخر حاجه ال7، شوف اللي قصادها ال5 كان اسمها 25 بس، يبقى دي اسمها 25 2. بس كده ببساطه خالص. ونفس معامله ال9. يعني مثلا خلينا بقى نمسح الكلام ده كله. مثلا اللونج هاند عند ال11 والشورت هاند هنا. حلو، اكتب لي كده الساعه بالديجيتال اهي. مس اللونج هاند عند ال11 يبقى هنا 55 minutes. حلو. طب الشورت هاند داخل على ال7، يعني لسه حاجه بسيطه خالص ويدخل على ال7. تكتب 6 ولا 7؟ لا طبعا اكتب 6. تمام. طب كده يبقى اسمها ايه؟ طالما اللونج هاند عند ال11 يبقى اسمها 5 2 وانا بنطق اسمها 5 2. طب هتقول 5 2 ايه؟ هتقول اللي قصادك لا يا مس انا هكتب 5 2 7. لما بكتب الصغنن خدت ال6، لكن لما بقول الكبير اللي هو ال7. سهله؟ يا رب تكون سهله. واحده كمان. لو اللونج هاند عند ال11 برضو الشورت هاند هنا. خلينا نحطه هنا. يلا اللونج هاند عند ال11 يبقى يا مس اسمها 5 2. طب انت قولي من غير ما نكتب الديجيتال كلوك 5 2 ايه؟ لما بكتب صغير، لما بقول الكبير. هي بتكون 3 and 2 and 3 يبقى هقول 5 2 3. خلاص لسه بس 5 minutes وتدخل على ال3. داخله على ال3 خلاص، ما عادش حاجه، يا دوب ما عادش الحته دي بس وتدخل على ال3. تمام. يا رب تكون سهله. طيب لو انا حطيت لك الشورت هاند هنا، المكان ده اللي انا بقى بقول لكم عليه تركزوا فيه، هنا يبقى اسمها ايه؟ 5 2. 5 2 ايه؟ لسه بس 5 minutes وتيجي عند مين؟ ما عادش الا حته صغيره توصل لمين؟ ال1. 5 2 1. تمام. طب لو حبيت تكتبها بالديجيتال طبعا هنا 55 المينتس نكتبها الاول، والشورت هاند بين 12 and 1 طبعا هي معديه 12، لكن استحاله تكون تتكتب 1 لان الشورت هاند اصلا لسه ما جاش على ال1. يبقى هنكتب هنا 12. تمام. يا رب تكون الدنيا بسيطه وسهله. لو في اي حاجه واقفه معاكم قولولي. اللونج هاند عند ال10 والشورت هاند مثلا في المكان ده، يبقى اسمها ايه؟ اللونج هاند عند ال10 يا مس شبه اللي قصادها، اللي قصاد ال10 2 دي كان اسمها 10 باست، يبقى ال10 اسمها 10 2. يبقى اسمها 10 2 ايه؟ هتقول ايه 5 ولا 6؟ لا 10 2 6، يعني لسه بس 10 minutes وتيجي 6. طب تعرف تكتبها بالديجيتال؟ سهله قوي. هنا 50 وهنا 5. يا رب يكون الموضوع جميل وسهل. واحده كمان. اللونج هاند عند ال8 نفس الفكره اهو، والشورت هاند هنا. عايزه اكتب الديجيتال. ماشي يا مس. لونج هاند عند ال8 يبقى 40 minutes هنا. طب الشورت هاند خلاص يعتبر بتوين ال3 and ال4. هتكتب مين؟ 3. طب لما تيجي تقول ال8 دي في النص بتاع ال9 من اول 35 minutes نشتغل في الكذب في النص بتاع الكدابين. هتقولها ايه؟ هتقولها 22 22 ايه؟ 22 4. 22 4. لما بقول بزود هنا على دوام. لما بنطق الكبير، لكن لما بقول الصغنن. لما بكتب الصغير، ولما بقول الكبير. افتكر الحته دي. لما بكتب الصغير، لما بقول الكبير، ولما باجي انطق بزود 1 على اللي مكتوب. طالما انا في النص الكداب عمري ما بقول الحقيقه. لو مكتوبه 3 اقول 4، لو مكتوبه 5 اقول 6. تمام. واحده كمان.
هنا مثلا اللونج هاند عند 7 والشورت هاند مثلا نقول في الحتة دي. يلا لما بكتب الصغنن، ولما بقول الكبير. هنا يا مس اللونج هاند عند 7 عندها 35 minutes. طب الشورت هاند between 8 and 9 يبقى هكتب ايه؟ طب كده اسمعي في النص الكداب، يبقى استحالة اقول 25 to، اقول 25 to ايه؟ 8 ولا 9؟ لا 25 to 9. بزود 1 على اللي موجود هنا لما باجي اقول. يبقى في النص بتاع التو، الكلام ده مهم. في النص بتاع التو لما بيكون كاتب لي الديجيتال كلوك قدامي انا بكدب فيها، ما بقولش الحقيقة. لو مكتوب قدامي 9 فانا بقول 10، لو مكتوب قدامي 11 فانا بقول 12، لو مكتوب قدامي 12 فانا بقول الساعة اللي جاية بعدها 1، لو مكتوب قدامي 1 فانا بقول الساعة اللي جاية بعدها 2. تمام؟ ده في النص، ان هو في النص الكداب اللي هو النص بتاع التو. تمام كده؟ يبقى لو كاتب لي ديجيتال كلوك في النص بتاع التو فانا بكدب. لكن لو هو رسمها لي في الانالوج كلوك انا قلت لما بنطق الكبير. يعني عايزه اسميها مثلا اقول كوردر تو كذا، ما اقولش بقى لو الشورت هاند بتوين مثلا تو نمبر كده في الحته دي مثلا هقول كده كوردر تو ايه؟ 2 ولا 3؟ لا، لما بنطق الكبير افتكروا هقول كوردر تو 3. تمام؟ طب هنا اقول ايه؟ 10 to ايه؟ لما بنطق الكبير 8. طب لو كتبتها يا مس قدامي مثلا، كتبت لك هنا مثلا يا مس ساعة هنا 55 وهنا 3، هتقول ايه؟ 5 to كده اللونج هاند عند ال 11. 5 to ايه؟ هتقول 3. لا يا مس هزود 1 تبقى 5 to 4. تمام؟ يا رب تكون الامور واضحة، ولو في اي مشكلة في الساعة او ما فهمتوش ابعتولي. ومع السلامة.